الشتا داخل، والحقيقة أكتر حاجة أمهات كتير شايلين همها هي هنحمي البيبي ازاي، خاصة لو انتي أم لأول مرة ومتوترة جدا ازاي ممكن تبلي الكائن الصغنن ده في المية وسط التلج اللي بنكون عايشين فيه. فلو انتي قلقانة أو الموضوع شغلك وبتفكري فيه، خليني أكلمك عن أهم النصايح اللي هتخلي استحمام الطفل الرضيع سهلة جدا ومن غير مشاكل صحية لا قدر الله، وتخليكي تعرفي المفروض تحميه كم مرة وازاي، وايه اهم الحاجات اللي المفروض تعمليها. لكن قبل ما احكيلك يا ريت ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد، ويلا بينا نبدأ على طول. بصي بقى يا ستي، الاستحمام في الشتاء بيكون تجربة مؤلمة جدا للكبار والصغيرين، ومش دايما سهل انك تتخلي عن كل الملابس وتنزلي تحت المية كده على طول. لكن عند الصغيرين وخصوصا الأطفال الرضع الموضوع ما بيقتصرش بس على المشاكل الصغيرة دي، لا ده كمان بيكون في خطر شوية بسبب البرد، اللي هو هياخد دش دافي وبعدين يطلع في الهواء الساقع. طيب وبعدين خليني بقى أحكي لك عن أهم النصايح اللي هتخليكي تقدري ان انتي تحمي طفلك الرضيع بدون مشاكل شديدة. بعد سقوط الحبل السري تماما ولحد الوقت ده احنا بننظف جسم البيبي بسفنجة مبلولة ومية دافية بس، لكن خلاص الحمد لله الحبل السري وقع والطفل بقى تمام. فبنبتدي ننصحك انه استحمام الرضيع بيكون كل 3 ايام، وده كافي جدا. اهم حاجة تغسلي وشه ومنطقته الخاصة كل يوم. طيب وقت الاستحمام المناسب ليه بيكون امتى؟ اهم حاجة ما يكونش في يوم برد قوي، ولو يوم فيه برد قوي تكوني مدفية الأوضة اللي فيها الحمام أو الأقرب ليه، بحيث لما يخرج ما يقعدش في مكان فيه هواء، وتكوني طبعا مقفلة كل الشبابيك والأبواب، وهتحاولي على قد ما تقدري ما يكونش فيه أي طيار. يعني الكلام ده معناه ان انت تنزلي الستاير، ويا حبذا لو عملتي مكان الاستحمام في غرفة النوم. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب طبق كبير شوية وطبق صغنن، بقعد البيبي والكلام ده بقى على ترابيزة في اوضة النوم مثلا اللي هي متقفلة والدنيا تمام ومش هيطلع منها. ببتدي احطه في الطبق الكبير، ومن الطبق الصغير ببتدي اشطفه، وبعدين احط الشامبو وبعدين اشطفه، وبيكون طبعا معايا حد ممكن يساعدني انه يرفعه لي عشان اقدر انزل الصابون من على جسمه، وبعدين ما انشفه بلكفته بيخش على السرير على طول كده، ولا هو ولا دخل حمام ولا طلع في صالة ولا اي حاجة. تاني حاجة درجة حرارة المية، المفروض انك تتأكدي ان المية دافية عشان تعرفي ان حرارة المية مناسبة. نزلي كوعك في المية كده عشان الكوع هو اكتر جزء حساس لدرجة الحرارة مش ايدك. ولما تتأكدي انها دافية كفاية، لا هي سخنة قوي ولا هي فترة خالص، نزلي البيبي برجله الاول. لو حسيتي انه تمام ومش متضايق نزليه بوسطه، وبعدين خلي ايدك ورا رقبته وظهره عشان راسه ما تكونش في المية. بعد بقى ما تنزليه في المية، خليني اقولك على المنتجات اللي ممكن نستخدمها علشان نتمم عملية الاستحمام بأمان. قبل ما تبدأي في تحضير الحوض اللي هو حوض استحمام البيبي، لازم تتأكدي ان كل حاجة حواليك، يعني ما ينفعش ان انت تروحي تعكي الدنيا وبعدين تسيبيه عريان عشان تبتدي بقى تطلعي من الدولاب الهدوم وكده. قبل ما تحضري له الميه تحضري له الهدوم والادوات اللي هتستخدميها، بما في ذلك الحفاضه والهدوم الداخليه والهدوم الخارجيه والبطانيه وغطا الراس وما الى ذلك. تمام؟ طيب ولازم تتأكدي ان الشامبو اللي هتستخدميه ما فيهوش كيماويات ضارة، والشاور جل اللي هتستخدميه ما يكونش برضو حاجة فيها مواد كيماوية، ويكون جنبك الفوطة وتكون كبيرة بحيث ان هي تاخد البيبي كله بعد الاستحمام، ويكون معاكي طبعا زي ما قلت السالوبيت والحفاضة واللوشن او الكريم اللي هتدهيني بيه عشان التسلخات وينفع لبشرة الطفل. اهم نصيحة في القصة دي كلها انك ما تطوليش، يعني ما استمتعي البيبي بالمية ده لو كان مستمتع، يعني ما بيرقعش بالصوت، ما يخليكيش بقى تسرحي وتقولي ايه يعني خلاص ما هو مبسوط بقى وكده، لا اي بلل يفضل ممكن يسبب برد او عي. لازم تتأكدي ان جسمه نشف 100% بمجرد ما يطلع من المية. تمام كده؟ تمام كده. زي ما قلتلك قفلي كل الشبابيك، حتى لو هتحميه في أوضة النوم بتاعتك فالمفروض انك، وحتى لو قافله الباب اقفلي كل شبابيك الشقة والابواب، واللي يخش يقفل الباب وراه على طول علشان
ما يجلوش برد وانتي اللي تتسوحي معاه. يا رب يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبة لك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفك على خير الفيديو الجاي.